مرحبا أصدقائي. آه اليوم لما قعدت الصبح جت ببالي فكرة فحبيت أشاركها وياكم، وهي أنه سؤال تبادر ذهني هو شنو أكثر شيء دا يسبب مشكلة للناس في هذا العالم ويعيق تطورهم وإحساسهم بوجود أشياء محتاجين أن نشتغل عليها ونطورها نحسنها أو على الأقل نحافظ عليها جيدة. فظهر في مخي رأسا فجأة اكتشفت من خبرتي الخاصة واللي شفته في حياتي وفي حياة الآخرين المحيطين بي على مر الوقت اللي عشته هنا على الأرض، أنه الكسل. لأنه فكرت هل هو الكذب، لأن الناس تكذب، لأنه ما عندها فلوس، لأنه مريضة، لأنه تعبانين. الكسل طلع هو الكسل. شلون؟ لأنه فكرت قلت خلينا نقول مثلا أنه أنا هسه عندي بيت، أوكي، والبيت طبعا يحتاج أنه تنظفه، يحتاج فد شي خرب تصلحه، تحتاج تقوم تسوي أكل، والأكل محتاج أنه يكون عندك أواني للطبخ، أكل أنت تكون سوقته، وحتى كل هاي تسويها أنت طبعا محتاج لازم تروح الشغل وتجيب فلوس، وبعدين تروح هاي الفلوس تروح بالمكانات اللي محتاج بيها الأشياء تشتريها حتى تسوي مقايضة، فكلها محتاج حركة وتفكير. فلما خلينا نقول مثلا أنا ففكرت في نفسي قلت يعني إذا أنا مثلا كسلانة، صارت الدنيا صبح وإجا يوم جديد حتى أقوم وأتحرك وأشتغل على الأشياء اللي محتاجة شغل، بس اختاريت أنا باختياري الخاص وبمحض إرادتي اختاريت أنه أبقى بالفراش، أبقى أكسل. ما لي خلق أقوم اليوم، رح أنام لي بعد ساعتين إضافية. لو مثلا أنا عندي وقت محدد لفد شغلة معينة وقمت متأخرة وما كفاني الوقت وتأخرت عن أداء فد مهمة معينة بيها ويندو تايم، يعني إلها وقت محدد ولازم تكون يعني انتهت بهذا الوقت وتم إنجازها، فطبعا ايش راح يصير؟ راح يصير أنه أنا من ما أنجزت أريد أنقذ نفسي، راح أكذب، أقول مو التهيت، مو ما قدرت، وأنا ما التهيت، أنا تكسلت، فبس راح أقوم أكذب. بعد شنو؟ راح الشيء اللي هو محتاج شغل وما اشتغلت عليه راح يبدي تسوء النوعية مالته، فنوعية حياتي راح تبدي تنخفض، الكواليتي مال حياتي، الجودة بالنسبة للأشياء المحيطة بي وشون أنا عايشة. أنا أيضا لما راح ما أستعمل قدراتي اللي موجودة والمتاحة إلي، فراح هاي القدرات أي شيء مثل العضلة اللي ما تستعملها تبدي تضعف، تبدي تصير ضعيفة وبعدين تنتهي وتوقع، يعني يا أما تستعملها يا أما تروح من عندك. أكو مثل بالإنجليزي يقول use it or lose it، يعني استعمله أو تفقده. فرح نقوم نكذب، راح نشعر إحنا بالنقص، فإما نشعر هيك ننطوي على ذاتنا، أو يصير عندنا مكابرة ونقوم نحاول أنه نحكي على الآخرين ونطلع عيوب الآخرين ونأشر عليها، حتى شنو بقول لك المصيبة إذا عمت خفت، إذا ما أقدر أصعد لمستوى الآخرين فعلى الأقل أنزلهم المستوى ولو بالكلام إذا مو بالفعل. هنا راح أصير أحسد وأحقد لأن أني وقعت نفسي في وحل الكسل، فاريد الكل يوقعون وياي. راح تقوم حياتي تصير نوعيتها سيئة، فراح يأثر على شكلي، على طبيعة حياتي، على أفكاري، على عيشتي، على مستواي الروحي والخلقي والأخلاقي. فهو لما فكرت بهاي الأشياء فكرت أنه طبعا شنو واحد من يفكر رأسا تيجي بباله الأشياء القريبة من عنده، أهله، جيرانه،
البلد اللي عاش وانولد بيه. فشي جبالي شغلتين. شغلة بعض من الجيران المحيطين بيه، طبعا مو كلهم، قسم منهم عندهم مشكلة الكسل، وذلك بسبب أنه تشوف أنه أكو سيارة خربانة عتيقة واقفة ببابه، صار لها 4-5 سنين، وحتى الجيران يعرضون عليه يقولوا له أنا مت حتى لا تتغرم أنه أنت واقفة سيارة عتيقة ببابك وما أدري شنو، لأن أكو قوانين بالمنطقة تحكم الجيران، راح يأثر على شكل المنطقة. أنت تريد نجي نساعدك نصلح لك إياها، نلقي لك أحد يصلحها، تريد تبيعها عندنا أحد يشتريها منك، لا ما عليكم، أنتم ما لكم علاقة، ما علي، لا ما عليكم، لا هو يسويها ولا يخلي ولا يريد أحد يساعده، هو لأنه كسلان ما له خلق، قلبه خلصان، هو عايش بالواسطة. وبعدين رحت شوية أبعد بالتاريخ، فالبلد اللي أنا جيت منه اللي هو العراق، فأتذكر أنه مثلا من أكفت شيء غلط، طبعا إحنا خلال ما إحنا عايشين تحدث أخطاء من عندنا ومن الآخرين، وخلال حركتنا نولد فضلات في حركتنا خلال الحياة، فانتبه على أشياء، أقول هاي الأشياء مثلا غلط، أو هذا محتاج شغل، هذا الشيء محتاج شغل، أنتي ما عليك، أنتي لا تتدخلين، أنتي شو اسمه، كل واحد عليه بنفسه، أوكي كل واحد عليه بنفسه، يعني من راح أتدخل، بس أنا من أشوف فد شيء إنه دي يخرب ودي يأذي، أو فد شيء محتاج أن تشتغل عليه حتى لا يخرب ويبدي يخرب همينه، لأن مرات أكو شغلة، إذا شغلة خربت، خلينا نقول بالسيارة مالتك، إذا شغلة خربت إذا عفتها تبدي تخرب أشياء أخرى، فنفس الشيء بالمجتمع، نفس الشيء بالبيت، نفس الشيء بصحتك، بأخلاقك، بتعاملك مع الآخرين، بشغلك، يعني فمن أبدي أنتبه على فالشيء وأبرزه وأحكي عنه، لا ما عليك وعوفي وهي الأمور من كيفها تمشي، لا ما تمشي من كيفها الأمور ما تمشي من كيفه، الشيء اللي بس من تعوفه يمشي من كيفه هو أنه يمشي نحو الهاوية من كيفه، لأنه يتجه باتجاه الجاذبية، والجاذبية تجذبك للأسفل إذا أنت متقاوم، بس حتى تصعد أو تحافظ على مستواك على الأقل، إذا ما تريد تصعد وما عندك طموح لازم تقاوم، تبقى تقاوم، لازم تتحرك، لازم تسوي شيء، الأشياء الزينة ما تصير من كيفها، لازم أنت تخليها تصير، أنت تحط جهد ووقت وتتعب حتى تحقق فد شيء للأفضل نحو الصعود، بس النزول يحصل من كيف، أنت بس هد الأشياء هي من كيفها توقع، ما يحتاج أنت تبذل أي جهد، مثل صعود الدرج لازم تبذل جهد، بس من تنزل سهلة، هي الجاذبية تساعدك أنه تنزل. فأعتقد أنه لازم نبدي نفكر كلتنا بهذا الشيء، وحتى مثلا هذا على مستوى العلاقات، لما ناس يقولون مثلا واحد يحب وحدة ويريد يتزوجها، يعني بالبداية يقول اي أنا لازم احط جهد حتى هاي البنية تحبني وتقبل تتزوجني اذا تقدمت لها، بعدين من فيقدم ويبذل جهد مادي وجهد اخلاقي ويحط وقت ويفكر ويتعب نفسه، بس حصلها وصارت بإيده وتزوجها وخلف منها، خلاص بطل بعد يسوي مينتننس، يعني انت الشيء لازم تبقى دائما تعدل عليه وتضيف وتطور وتحافظ عليه، من تعوفه بعد كل شيء ما تسوي له يبدي ينحدر نحو الهاوية، فبعدين تبدي الأمور تتخربط ورا سنة سنتين من الزواج، بعدين يقول اشو تغيرت، اشو هاي أخذتها كانت حلوة ما شنو صارت سمينة وبس مقضيتها بالمطبخ وقلبها خلصان، انت لين تركت انت بديت تشعر بالراحة وتقول ايه بعد ما احتاج اسوي شيء صارت بجيبي، فهذا هم يعني هذا خطأ، هذا كسل، فتبدي تصير المشاكل ومشكلة تبدي تجر مشكلة تجر مشكلة، فالإنسان اللي عنده مستوى وعي أعلى من الطبيعي، أعلى من الناس العاديين، راح ينتبه على نفسه، راح يقول أنا كان لازم أسوي كذا، يلا خل أتلافى الموقف، ويبدي يشتغل على الموضوع ويبدي يصحح الأخطاء
ويضبط الأمور اللي كانت فايته يعني يضبطها. أما الإنسان اللي يختار أنه يبقى كسلان ويقعد بنفس المكان اللي هو بيه اللي دا يسبب له مشاكل، يبدي شي يسوي؟ يبدي يكذب ويلقي حجج واهية ويأشر على الآخرين. ليش بس أني العدو فلان؟ خوبين إذا أني بس مدى أقضي وقت ويا مرتي، خوبين فلان دا يضربها المرته، مو بس مدى يقضي وقت وياها، إذا يقضي وقت وياها يضربها ويهينها ويتعدى عليها. مثل ما نقول بالعراق يضربون المرأة ويقتلوها إذا حبت واحد وإذا ما أدري شنو. يقول لك لعد بالهند يحرقوها، بالهند بإيران وأفغانستان يحطوها بحفرة ويشمرون عليها أحجار، على الأقل إحنا ما نسوي هيك، بس نقتلها. فيقوم الإنسان هذا، الإنسان الفاشل الكسلان، يقوم يأشر على مصايب غيره ويشتفي. فنقوم نشتفي همينه بمصائب الآخرين. هسه مثل هاي آخر شي صار الزلزال مال تركيا، شقد شفت وسمعت عراقيين على الميديا، نسوان ورياجيل. هاي تدرون ليش الله هيك يسوى بيهم؟ لأنه هم ما يعبدون، مدري يعبدون، مدري يقولون ماكو الله، والأخ تقول شفتهم بشارع الاستقلال البوس والحضن والمدري شنو. هاي هذا من دا يحكي؟ الله باليكم بأكبر بلوى، باليكم بالكذب والكسل هاي أكبر من الزلزال. الزلزال هسه خرب، راح إذا هم شجعان وش اسمه الشجاع والشاطر يخرب الشيء يرجع يصلحه. هنا عندنا بأمريكا اكو ولاية هي هواية تصير أشياءات يعني كوارث طبيعية، بس واحدة منهم اللي لفتت نظري صارت فيضان، اجى فيضان كسح ولاية كاملة، اعتقد كنتاكي. على ما يبدو أنه أهل ولاية كنتاكي معروفين بالنشاط والجد والتعاون فيما بينهم، يشتغلون بروح الفريق. فجيراني هي كانت كأنه عايشة أو عندها قرايب هناك، قلت لها شفتي شلون البيوت انمسحت؟ هاي ايش راح يرجعها؟ ايش راح يسويها؟ وين راح يطون وجههم؟ كانت تقول لي لا تخافين عليهم، هذول أهل ولاية كنتاكي، هذول هسه خلال شهر زمان يتعاونون ويبنوها، هذول ما ماكو شيء يوقف بوجههم. فانتوا لا تشتفون عيني، لأنه كيف إحنا كسلانين ومن نسوي شيء فنكيف نشتفي بغيرنا أنه شوف الله سوى بي، لعد ليش بس ثاني حيل هم همينه. فهذا جزء من نواتج الكسل. يعني بيوتنا تخرب وحياتنا وصحتنا وفلوسنا، والفلوس اللي عندنا تروح، واللي ما يعرف تدابير راح ينط تاكل شعيره، وبلدنا واخلاقنا وعلاقاتنا ويا الاخرين، ونقوم بس نتمنى الشر للاخرين. مو شنو ليش نتمنى لهم الشر ونفرح بيه ونشتفي بيهم؟ ويقول لك المصيبه اذا عمت خفت. فاحنا نريد الكل يصيرون عوبات، حتى ماكو حلوة بيناتنا نغار منها. زين، أنا وكلنا في الهوى سوا، على قولة يمكن صور عبد الحليم حافظ. فيا ريت أنه العراقيين ينتبهون على هاي الشغلة. أقول العراقيين ليش؟ أنا يعني انولدت وعشت بالعراق، فكل واحد يحكي على نفسه، كل واحد يكنس قدام باب حوشه. صح أنا يسيني بأمريكا وأخذت الجنسية الأمريكية، وأنا أعتز بهذا الشيء وأفتخر به وأشكر أمريكا وأشكر ربنا اللي انولدت في مكان كان لازم أعيش تعيسة ومظلومة، بس الرب ساعدني أنه أطلع وأجيب مكان أحسن. وحتى هذا المكان الأحسن اللي إجيت بيه وصار أحسن إني لأما جبت وياي زبالتي وإجيت نظفت نفسي وقررت أبدي بداية جديدة وأستفيد من أخطاء الماضي. فأني مو هدفي أنه جاي أنتقد العراقيين لأنهم أني أكرههم لو حاقدة عليهم، لا، لأنه أحبهم وأحب العراق وأشعر يعني بالانتماء الأصولي لهم، وأتمنى أنه يصيرون أحسن، بس على مدى تصير أحسن
ما يفيد أنه يجون الآخرين هم يساعدوك، لازم أنت اللي تساعد نفسك. لازم أنه أنت تسوي فشي، وحتى تسوي فشي وتتغير وضعك لازم تفكيرك وطريقة نظرتك للأمور وأسلوب حياتك لازم يتغير حتى حياتك تتغير، لأنه حياتنا هي انعكاس لأفكارنا ولطريقة تعاملنا مع الأمور. هاي يعني كانت بس خاطرة في بالي وحبيت أشارككم بيها وشكرا. والربي يقوي الجميع ويساعدهم على أنه ينتبهون على أخطائهم ويصححوها، مو على مود حتى نروح للجنة والحوريات وما شنو. لا 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 لا, لا مو على مود هاي. أنت تقدر هنا تصنعها للجنة. الجنة هي هنا، ترى هاي هنا الجنة، والجنة بالحقيقة والجحيم هي هنا في صدرك في قلبك هنا. إذا أنت إنسان نظيف، إذا أنت عايش بالجنة، ومن تموت تروح المكان يشبه أفكارك وأخلاقك ونفسيتك. فالجنة والجحيم أنت تخلقها وأنت تعيش بيها، بغض النظر وين انولدت ومنو أهلك وشنو اسمك وشنو شكلك. أنت تصنعها باختيارك أنت. لا تلوم الظروف ولا تلوم الناس ولا تلوم شكلك ولا جنسيتك. أنت تختار وأنت تقرر. أي وشكرا. باي.